فيديو جديد النهاردة وهنكمل مع بعض سلسلة اعرف نفسك. النهاردة في الفيديو هناخد معلومات جديدة عن ازاي انت تعرف نفسك، وازاي انت كمان بعد ما تعرف معلومات عن نفسك توصل لأحسن نسخة منك. احيانا كتير اما حد بيتصرف فبيقول يا خبر ابيض، انا ابدا اللي اتصرفت التصرف ده، مش ممكن انا اكون انا اللي عملت التصرف ده، ده اكيد حد تاني، ده كأني مش انا. نفس الشيء بيكون ردود افعال الناس اللي حواليك، انت مستحيل تعمل كده، مين ساعتها اللي كان موجود، انت ما تعملش كده. على فكرة أنا هرد عليك بمنتهى البساطة وهريحك، هو فعلا مش أنت اللي عملت كده، مش أنت اللي اتصرفت في الموقف ده، مش أنت اللي عملت رد الفعل اللي أنت اتصرفت بيه في الموقف ده، ولكن اللي اتصرف فيك في الموقف ده واللي اتحكم في ردة فعلك في الموقف ده هو اللي موجود جواك. موجود جواك عنف من أيام المدرسة والمدرس اللي كان بيضرب، موجود جواك عصبية من خلال حد عصبي جدا انت قابلته في حياتك، موجود جواك شعور بالحزن من خلال تيتا، من خلال ماما، موجود جواك مشاعر كتير جدا من خلال الاحتكاكات اللي انت مريت بيها من الطفولة إلى الآن. مريت مع القرايب، مريت مع الأصدقاء، مريت مع المدرسين من وانت صغير. كل الناس دي كلها طالما انت الناس دي كلها انت انفعلت معاهم، الناس دي كلها أثرت فيك مشاعريا، فالناس دي كلها أصبحت هي كمان موجودة جواك، موجودة عايشة جواك، ساكنة جواك. ساكنة جواك ازاي؟ ساكنة جواك من خلال الأثر اللي سابته جواك. كل واحد منهم ساب جواك أثر، ساب جواك فكرة، ساب جواك شعور، ساب جواك معتقد. كل معتقد حد سابه جواك، المعتقد ده هو دلوقتي اللي بيحرك حياتك، المعتقد ده هو دلوقتي اللي بيخليك تاخد قرارات انت نفسك مش عايز تاخدها. انت نفسك بتقول انا مش عايز اتصرف كده، انا ليه بتصرف كده، انا زعلان لما اصلا انا بتصرف كده. قرارات انت بتاخدها وانت متضايق بسبب الخوف. غالبا بيكون الخوف هو الجذر بتاع كل الافعال اللي الانسان بياخدها، وبيكون فعلا مش راضي عن الفعل ده. يا اما خايف انه من احتياجات الامان بتاعته، احتياجات البقاء بتاعته، فبالتالي بيضطر ان هو يقبل الاهانات، يقبل التنازلات، يقبل ان هو ياخد حاجه هو اقل من اللي هو يستحقها، يقبل ان هو كمان ما ياخدش حقوقه في الحياه. يا اما كمان الخوف بيسبب نوع من انواع القلق المستمر، نوع من انواع التوتر المستمر. المخاوف، طب المخاوف دي هو خدها نتيجه ايه؟ نتيجه من وهو طفل صغير خايف من مدرس، خايف من ماما، خايف من بابا، خايف من حد من قرايبه. كل الناس دي هي موجودة جواك من خلال التأثير اللي سابته فيك. طيب ايه الحل دلوقتي؟ ما هم موجودين، طب هم بيطلعوا، ايوه هم بيطلعوا، بس الاول انت تكون عارف هل التصرف ده فعلا طبيعتي؟ طب ايه هي طبيعتك؟ لازم انت تعرف طبيعتك. طبيعتك هي السلام، طبيعتك هي طبيعة الخالق، لأن هو خلقك واداك الصفات بتاعته. فأنت طبيعي إن الإنسان بيطلع يعني بيقولوا الإنسان بيطلع بياخد نفس الصفات اللي خلقه، ده هو ده الطبيعي. فصفاتك هي الفطرة بتاعتك إن أنت تبقى على طول في سلام. أيوة، تبقى أنت على طول في سلام. ليه في سلام؟ لأنك شاعر بالأمان. ما هو الأمان أصلا مش موجود من الطفولة، فدايما هتكون خايف، دايما هتكون متوترة على ابنك، متوترة من الامتحان، متوترة حد ما يتجوزش، متوتر. التوتر كتير جدا 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 بنشوف دلوقتي، وبيسبب كمان أمراض كتير جدا جدا جدا. كمان السلام هي دي الفطرة، هي دي الطبيعة بتاعت الإنسان. كمان الله سبحانه وتعالى الله الغني، فأنت كمان الفطرة بتاعتك إن أنت تكون غني. وعلى فكرة الغنى بيبدأ من الداخل، مش لازم إن الغنى يبقى عندك كل حاجة دلوقتي، ولكن أنت لو أنت شعرت
بشعور الغنى دلوقتي وانت لا تملك الا الحياه المعيشيه بتاعتك، الشعور ده هيتجسد وهتكون فعلا غني، ولكن واحده واحده ولما تسلك الطريق الصحيح وبالتدريج. الله كمان الله المحب، الله الودود. طب انت فين اساسا المحبه في حياتك؟ انت بتمارس فين المحبه في حياتك؟ حياتك بتقوم من النوم مستعجل عشان خاطر تروح الشغل، بتروح في الزحمه المروريه، بتكون متضايق من الزحمه المروريه، بتروح شغل مضغوط العمل، عمل كتير 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 مضغوط فيه، بتروح تعبان هلكان، بتنام، بتقوم على الاحتياجات الاسريه، بعد كده بتبتدي ان انت تنام، بعد كده بتصحى في نفس الدوامه. فين الحياه؟ فين هنا المحبة في الحياة؟ فين هنا الود في الحياة؟ فين ودك أصلا لنفسك؟ أنا كل كلامي على علاقتك أنت مع نفسك. فين المحبة اللي أنت بتمارسها مع نفسك خلال اليوم؟ فين العمل اللي أنت بتروحه بمنتهى الروقان وبمنتهى المحبة وأنت رايق جدا ومزاجك تمام عشان أنت رايح حاجة أنت بتحبها وبتعمل كمان هناك حاجة أنت بتحبها، حتى برضو لو أنت كنت مضغوط وبتشتغل عدد ساعات كتير ولكن أنت بتعمل حاجة بتحبها وفي نفس الوقت راضي عن ردة الفعل اللي هي بتنتجها لك. طيب فين في اول ما بتصحى؟ فين الروقان في حياتك؟ فين المحبة في حياتك وانت صاحي مستعجل؟ وهكذا. وبيبتدي الانسان ان هو يلف في نفس الدايرة عشان هو اتبرمج على كده. هو في عيلته كان بيشوف ان بسرعه بسرعه بيصحوا الصبح، بسرعه بسرعه بيلبسوا هدومهم، بسرعه بسرعه بيروحوا الاشغال، بسرعه بسرعه بيرجعوا من الاشغال، وهكذا. هو اتبرمج على كده، اتبرمج على الحياه دي، ولكن دي مش طبيعتك. انت طبيعتك ان انت تكون انسان ودود، انسان محب. محب لمين؟ انا بتكلم عن علاقه ايه؟ بتكلم عن علاقه الانسان بنفسه. الانسان يكون محب لنفسه، ودود لنفسه، يمارس المحبه دي. ازاي الانسان هيمارس المحبه دي؟ بابسط التصرفات. لما الصبح يقوم على مهله وياخد فطاره على مهله و يبتدي ان هو يشوف الاهداف اليوميه بتاعته اللي هو هيعملها بروقان. المهم ان يتم كل ده بروقان. يبقى انت دلوقتي مش انت عايش في برمجه ناس تانية. طيب جاء موقف، اتصرفت في الموقف ده بطريقه غريبه جدا، سبت حاجه انت فعلا فعلا بتدور عليها بقالك سنين ولقيتها، ومع ذلك انت سبتها ليه؟ سبتها عشان خاطر الخوف، سبتها عشان انت متعود على الخوف، انت متعود ان دايما انت ما بتاخدش الحاجه اللي انت عايزها، وبتقول كده ده حظ وحش، ده دايما ما بحصلش على اللي انا عايزه، متبرمج على الخوف. انا مش هقدر اعمل كده، بتقول انا مش هقدر. طب الله اساسا الله قادر، وانت يعني انت على صفات الله، فبالتالي انت كمان يكون عندك المقدرة، يكون عندك القوة بحيث انك تقدر تعمل اللي انت اهدافك وتحقق اهدافك وتحقق طموحك في الحياة. اصبح ان اللي بياخد القرار مش انت. وعلى فكرة دي قرارات بتكون قرارات مهمة جدا في الحياة. في حد ممكن ياخد قرار بالزواج ولكن مش هو اللي اخذ القرار، اللي اخذ القرار تيتا وماما، ولكن من خلال الشخص. في حد ممكن ياخد قرار بالسفر، بالهجرة، بقرارات كتير جدا جدا بتتاخد، ولكن مش انت في العمق مش انت اللي واخد القرار. اللي واخد القرار البرمجة اللي جواك. البرمجة اللي جواك بتقول لا انا مش هعمل كده، البرمجة اللي جواك بتقول لا انا اخاف اني اعمل كده، البرمجة اللي جواك بتقول لا خليني في منطقة الراحة، البرمجة اللي جواك بتقول مش هقدر، البرمجة اللي جواك بتقول لا ده حاجة اكبر مني مستحيل انا هوصل لها. زي بالظبط موضوع الغنى والثراء، في ناس تقول مستحيل ده انا كده وهتبرمج كده. خلاص لو انت شايف ان في ظلم في عند الله سبحانه وتعالى، وهو خالق ان انت تبقى عايش في كرب وعايش في عذاب، خلاص خليك كده. ولكن انا بقولك ان كل شيء بيتغير، وانا بنفسي جربت ده على نفسي وجربت ده على العملاء اللي بقالي شهور.
كل شيء بيتغير، كل أوضاع بتتغير، بإيديك إن أنت تغير، ولكن لما تدرك الكيانات اللي جواك. أنا أقصد إيه بكلمة كيانات؟ أنا أقصد الأفكار اللي جواك، المعتقدات اللي جواك، البرمجة اللي جواك. يعني فعلا أنت مخلوق على صفات الخالق سبحانه وتعالى. فصفاتك لازم الأول تعرف نفسك الحقيقية، عشان لما تتصرف بطريقة ما فيهاش الصفات دي تعرف إن مش أنت. بمنتهى البساطة نفسك الحقيقية هي القدرة إن أنت تكون قادر إن أنت تحقق أهدافك، لأن طالما أصلا الأهداف دي أنت حسيتها وأنت عايزها فهي مكتوبة لك أصلا، فهي ليك، هي ليك. بس بمنتهى البساطة انت عليك ان انت تكون على الطريقة، على التردد، على الطاقة اللي موجود على الهدف. ممكن يكون ايوه الهدف دلوقتي مش ترددك مش طاقتك، ولكن انت عليك ان انت تعمل الى ان تحصل على هذا الهدف. تعمل من خلال ايه؟ من خلال ان انت تطور نفسك، لان احنا اساسا جايين في الحياة عشان خاطر نتطور. ده دورنا في الحياة، احنا جايين الحياة عشان نتطور. لو انت ما حطيتش اهداف وما ساعدتش انك تحصل على الاهداف دي، ازاي انت هتتطور؟ لو انت فاكر نفسك ان انت النفس الغلبانه دي، النفس اللي مكتوب لها الفقر والشكا والمعاناه، طب انت ازاي هتتطور؟ هتفضل متبرمج على نفس الحياه اللي فيها المعاناه، اللي فيها الشخصيات السامه، اللي ما فيهاش اي تطور، اللي فيها فقر، ما فيهاش اي تطور. فبالتالي لابد من تحرير كل اللي جواك عشان تقدر ان انت تستقبل الجديد، تستقبل حقيقتك، تستقبل الحقيقة بتاعتك. كل ما هو بيتحكم بيك من الداخل انت تعرفه. لما انت تتصرف بعصبية جدا في موقف، تقول لا ده مش انا، انا مش عصبي كده، انا مش انا ده العصبيه دي ايوه انا اخدتها اما امي اتعصبت عليا في كذا كذا كذا، لما المدرس اتعصب عليا في كذا كذا كذا. لما انت تكون متعلق جدا 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 وتزعل اما حد مثلا من اصدقائك يسافر ومش قادر ان انت عايز الصديق ده يكون معاك طب ما ده تعلق، ده مش انت، دي مش حقيقتك. انت حقيقتك ان انت مستغني، ان انت قوي، ان انت تقدر ان انت تعيش بدون ده وبدون ده وبدون ده. انت دي حقيقتك. فبالتالي اصلا تعرف ده، ومش نجيب بقى المناديل ونقعد نعيط ونشغل اغاني بكا ونتفاعل مع وان هي دي الحقيقه. لا، مش هي دي حقيقتك، مش هي دي حقيقتك، دي الحقيقه ان مش هي دي حقيقتك. حقيقتك هي اسماء الخالق، اسماء الخالق ودود محب. فبالتالي ازاي انت اصلا بقى هتوصل لحقيقتك دي؟ توصل لحقيقتك من خلال ادراك كلامي ده. اول حاجه تدرك الكلام اللي انا بقوله ده، الكلام اللي انا بقوله ده انت تفكر فيه وشوف هيوصل لك ولا لا. اما يوصل لك هتبتدي هنا التغيير، هتبتدي هنا التغيير من خلال انت تتامل نفسك كل يوم في كل موقف. لازم تكون انت حد يقظ حاطط حياته باهميه من خلال التامل. اول ما انت بتغمض عينيك فانت بتروح للحقيقه. اول ما بتغمض عينيك فانت بتروح للحقيقه. هي دي الحقيقه، هو ده العالم اللي المحب اللي هيساعدك. هو ده هنا فيه الصوت الداخلي بتاعك اللي هيوجهك في حياتك، اللي هيوجهك لأحسن خير ليك، أحسن حاجة ليك. مجرد بس انت بس غمض عينيك وخش في تأمل و اتصل بالهدوء واتصل بالصمت اللي جواك، هتسمع مصلحتك فين، الطريق فين. قد يبدو اللي انا بقوله غريب للبعض اللي هم عمرهم ما عملوا تأمل، ولكن انا جربه. هتروح للهدوء،
هتروح للصمت الداخلي اللي انت محتاجه. بره في ضوضاء، في دوشه، على طول الناس بتتكلم، بتنزل تحت تتقابل في الكافيه وتتكلم، في البيت على طول في مشغلين تلفزيون وتمثيليات واحداث. العقل فيه آم، زحمه، زحمه، زحمه جامده، يعني زحمه. فانت محتاج ان انت هدوء، تقعد مع نفسك. نفسك قرب لها. انت كده بتقرب لنفسك، بتقرب ليك. هتقرب ليك ازاي وانت اساسا ما بتقعدش معاك؟ فلازم ان كل شخص اما يحب نفسه يحب ان هو يقعد معاها، يحب ان هو يقرب لها، عشان يفعل المحبة بينه وبينها. وبعد كده يبتدي ان هو يطورها، يبتدي ان هو يشتغل عليها. ولكن هتحب حد انت ما تعرفوش؟ مستحيل، مستحيل. ولو انت ما حبيتش نفسك، فثق وتأكد ان كل حاجة انت بتقول انت انا بحبها فهو حب مشوه. يعني مش هخش في تفاصيل الحب المشوه، ولكن هي دي الحقيقة اللي انا بقوله من وجهة نظري. وحضرتك طبعا حر. فالتأمل أساسي في الحياة. التأمل بيقربك من نفسك، بتعرف فيها بيظهر لك مشاعر، بيظهر لك أفكار، بيظهر لك مواقف، بس بيظهر لك حاجات عشان انت تحررها، أو بيظهر لك طريق تمشي فيه. اعمل كده، اعمل كده، اعمل كده، زي الاستخارة، زي الاستخارة. ولكن الاستخارة بتاخد وقت قليل، الصلاة بتاعت الاستخارة. ولكن أنا بقول لك لا، أنا بدعوك للتأمل عشان تقعد مع نفسك وقت أطول، وقت ربع ساعة، 20 دقيقة، نص ساعة، ساعة. نفسك ليها حق عليك ان انت تقعد معاها، انها تتونس بيك، ان انت كمان تتونس بيها، ان انتوا الاتنين ملكوش الا بعض. ولازم يكون في امل، بلاش يأس. كل وضع في الحياة مهما كان هذا الوضع فهو قابل للتغيير إذا أنت غيرت ما بالداخل، إذا أنت رقيت في نفسك. هتفضل هما يعني أنفس، أنت فأنه نفس، وعايز توصل بنفسك لأنه نفس. عندك من النفس الأمارة لغاية أعلى نفس. عندك برضو في سلم هاوكنز، عندك من أول العار والطاقات السلبية لغاية البهجة والحب والاستنارة، الأعلى الطاقات. في ناس جربت الموضوع ده، ناس كتير جربت الموضوع ده وارتقوا وغيروا من حياتهم. فتغيير الحياة طالما الشخص عايش في معاناة، عايش مش أحسن حاجة، عايش مش الحياة اللي هو عايز يعيشها، لأن في فعلا بيكون عندهم كل الإمكانيات ولكن هم مش سعداء. مثلا شعرين دايما إن في أمر ناقص، في شيء ناقص في الحياة بتاعتهم. فأنا بدعوك إن أنت لتتأمل حياتك، أنا بدعوك إنك تتأمل في حياتك، تعمل صحوة، بيسموها صحوة روحية، تعمل صحوة في حياتك، تصحى من إن الحياة دي البرمجة القديمة، من إن الحياة صعب تغييرها، من إن الحياة مستحيل تغييرها. تصحى من معتقد إن أنت مخلوق عشان في المعاناة دي، وهتفضل في المعاناة دي، وهتموت في المعاناة دي. تصحى من كل الأفكار والبرمجيات اللي تجيب لك اليأس والهم وتخليك قاعد في يأس. تصحى منها، تغير بإيديك، ان انت تغير حالك بإيديك من خلال ان انت تغير اللي جوه. لان اللي جوه مش انت بس، انت مش انت بس، ويكاد ما عند بعض الناس كمان يكون اللي جوه مش هم خالص، شخصيتهم دي مردوم عليها خالص، وهم ناس تانية خالص اللي بتتصرف في حياتهم، مع انهم هم اللي بياخدوا القرار. ممكن دلوقتي حد يقول لي لا، ده انا اللي باخد القرار، انا اللي بقرر. ايوه، ما هو انت اللي بتقرر، بس بناء على ايه؟ بناء على اللي جواك، على الحاجات اللي جواك. يعني ملخص سريع عشان انا اتكلمت كتير النهارده.
19 دقيقة. اعرف نفسك من خلال ردود أفعالك. ردود أفعالك ممكن ما تكونش تخصك، بتخص البرمجة اللي انت اتبرمجت عليها من وانت طفل، وأصغر كمان من طفل، من ساعة ما جيت الدنيا. اعرف مين اللي حط فيك البرمجة دي، اعرف ده انت الحقيقي ولا لا. طب انت الحقيقي ايه؟ انت الحقيقي صفاتك هي صفات الخالق سبحانه وتعالى، مع طبعا قدر المقدرة المختلفة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. انت مش هتروح تخلق بحر، ولكن هتخلق حياتك، صح؟ مش هتروح تخلق سماء، ولكن هتخلق بيت مريح جميل، عيلة، أسرة محبة، وهكذا. فبالتالي صفاتك هي صفات الخالق سبحانه وتعالى، ولكن لابد انك تعرف نفسك وتشوف انت فين دلوقتي، وتشوف اهدافك، وتعرف ان اهدافك دي انت ممكن تحققها. وهو ده التحدي اللي عليك، اللي انت تقوم عليه عشان تتطور، عشان انت جاي الحياة اصلا عشان تتطور. بدون ما يكون في تحدي في تحقيق الهدف، لو كل هدف سهل انت مش هتتطور. لو كل هدف متاح انت مش هتتطور. انت هتتطور لما يكون الهدف اللي انت عايزه محتاج تغيير داخلي، فساعتها وخارجي، بيكون التغيير على البعدين. فساعتها انت هتتطور وهتتحدى نفسك عشان تحقق هدفك، عشان توصل للتغيير الداخلي وتوصل للتغيير الخارجي، عشان تحقق اهدافك وتعيش الحياة اللي انت عايزها في كل نواحي الحياة. شكرا لكم أصدقائي، وأتمنى يكون الحلقة عجبتكم، وأي حد يحتاج مساعدة أهلا وسهلا بيه من خلال الاستشارات والجلسات يتواصل معايا، وأكون سعيدة جدا جدا بإني أكون المصاحبة لكم في رحلة الصحوة الروحية بتاعتكم. أنا بعالج كمان التوائم، أي حد يكون توأم أهلا وسهلا بيه، أكون سعيدة لو خدت معاه الرحلة بتاعته وعملنا الشفاء مع بعض. شكرا لكم وإلى اللقاء.